تعادل الأهلي مع شبيبة القبائل 0-0 ومبروك التأهل. لكن هو أنا مطالب طول الموسم أشوف أداء الأهلي بنفس الهشاشة الدفاعية ونفس العقم التهديفي؟ هو أنا مطالب طوال الموسم أشوف المدرب بيحط تشكيل فيه كوكا أساسي وبيطلع بالعمري خارج القايمة؟ هو أنا مطالب طوال الموسم أشوف أول تغيير للمدرب يكون طاهر محمد طاهر وآخر تغيير للأهلي يكون حسين الشحات؟ وانا مطالب ان اشوف وبن شرقي ماشي وبيسحب الفريق لقدام اروح مخرج بن شرقي وسايب بن رمضان وهو في اسوأ مستوى ليه داخل الملعب؟ انا مش مطالب اشوف تخبط الاداره طوال الموسم وتخبط الجهاز الفني والشغل الفني اللي مش موجود من المدرب ومستوى اللعيبه وافعال اللعيبه اللي بتحصل الفتره الاخيره. الموسم ده من اسوأ المواسم اللي ممكن اشوف الاهلي فيها اداريا وفنيا. الموسم ده ممكن اقول لك ان انا مش حابب اتفرج على ماتشات الاهلي نهائي بالشكل اللي انا بشوفه ده. لا في اداء ولا في روح ولا في انسجام ولا في اداء فردي ولا اداء جماعي ولا في تصحيح لاخطاء الدفاع ولا في جمل فنيه للخط الامامي للنادي الاهلي. مفيش اي شكل الاهلي خالص مع يستروب. لازم يكون في حل جذري مع المدرب سواء في التشكيل سواء في دخول لعيبه زي بالعمري دخول لعيبه زي هادي رياض علشان تحل المشاكل الدفاعيه. انت جايب اللعيبه دي ليه؟ لازم يكون في دخول من الاداره مع المدرب ولازم نشوف احنا محتاجين ايه فعلا عشان الاهلي يقدم كرة حلوه ويقدم كرة انت محتاج ان انت تتفرج او بتتمنى ان انت تتفرج عليها من الفريق اللي انت بتشجعه. الاهلي النهارده سيء. الاهلي النهارده كان عند لولا في توفيق كبير جدا لمصطفى شوبير كان الاهلي قدر او كان فريق شبيبه القبائل قدر ان هو يكسب الاهلي سكور 3-4. لو في توفيق ليهم كان قدروا ان هم يكسبوا. الاهلي وحش دفاعيا هجوميا في التشكيل في التغييرات. الاهلي وحش في الصفقات. الاهلي وحش في الاداره. الاهلي وحش في افعال اللعيبه في مستوى اللعيبه الفردي والجماعي. الاهلي وحش في كل شيء. ما انتش عارف المشكله فين. عايزين نحط ايدينا على المشكله علشان الاهلي يروح لابعد من كده في البطولات. احنا مفيش قدامنا غير بطوله دوري ابطال افريقيا. مفيش قدامنا غير بطوله الدوري ومستوانا فيهم الاثنين سيء جدا سواء في البطوله دي او في البطوله دي. عندنا مشاكل كتيره جدا فنيه على المدرب. مش عارف هتتحل ازاي. اشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله.